سلام سلام البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنصايب معكم ديكاليت اللي كيجيو ساهلين بنان ناجحين 100% بمقادير اللي موجوده في اي بيت. بلا ما نطول عليكم ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاجو كاس لارب ديال السكر سنيده اللي خلطته مع مبشور ديال الليمون، ممكن ديروا مبشور الحامض نتوما والاختيار ديالكم. نخلطوه جيدا مع بعضياته. غنحتاجو 3 ديال البيضات اللي يكونوا بحراره ديال المطبخ، غنحتاجو 2 نضيفوهم كاملين، والثالثه غنضيفوا البيض والصفر غنحتفظوا به باش ندهنوا به لي غاليت. نخلطوا جيدا البيض مع السنيده ومع القشور ديال الليمون. غنضيفوا ساشي ديال سكر فانيلا وغادي نخلطوا جيدا حتى كندمجوا المكونات عندنا. من بعد ما ندمجوا لنا المكونات غادي نضيفوا واحد القبصه ديال الملح باش نعادلوا الذوق. عندنا هنا كاس لارب ديال الزيت النباتي اللي غنبداو كنضيفوه تدريجيا مع التخليط المستمر باش المكونات كيندمجوا مزيان مع بعضياتهم. شحال ما ندمجوا مزيان شحال ما كانت الوصفه ناجحه. غادي نضيفوا معلقه ديال العسل، ممكن تضيفوا لما عندكمش العسل ديروا معلقه ديال الكونفيتور ديال الحلوه ديال المشماش حتى هو كيجي زوين. غنخلطوا جيدا ودابا غادي نبداو كنضيفوا الطحين. هنا الطحين عندي انا نص كيلو، بطبيعه الحال الطحين ديال الحلوه خاص بالحلويات. غادي نبداو كنضيفوا تدريجيا حتى نحصلوا على القوام اللي بغينا حنا في لي غاليت، حيت القوام ديال العجينه ما خصهاش تكون قاصحه وما خصهاش تكون مرخوفه بزاف، المهم تكون باقا كتلصق في اليد. انا عبرت هنا نص كيلو، في الاخير غادي يشيط لي منها غير واحد شويه تقريبا واحد نص كاس. نتوما غادي ديروا على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم، تقدر تشيط عليكم تقدر ما تشيطش، وعلى حسب كذلك الحجم ديال البيض. غادي نخلطوا جيدا كيف ما كتشوفوا هي العجينه بدات كتجمع لينا. دابا غادي نضيفوا 2 خمارات ديال الحلوى من فئه 16 غرام، كل وحده فيها 8 غرام. في هذا الاثناء كنكونوا شعلنا الفران ديالنا، كنخليوه يسخن مزيان باش لما نوجدوا لي غاليط يعني نديروهم في اللاطه يكونوا واجدين ويكون حتى الفران سخون مزيان. كيف ما كتشوفوا القوام ديال العجينه كيف كيجي باقي كيتلصق في اليد. غادي ناخذ شي شويه ديال الطحين باش نحيد داكشي اللي لصق ليا في يدي صافي، وكنجمع العجينه وكنخليها كيف ما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل هذا. ها هو الباقي اللي شاط ليا ديال الطحين. كناخذ واحد اللاطه اللي كندير لها الورق ديال الطبخ وكنبقى نشكل لي غاليت ديالي. انا هنا درت 2 ديال الاشكال، درتهم مدورين ودرتهم حتى بيضاويين. نتوما غتختاروا الشكل اللي بغيتو، ممكن ديروا غير شكل واحد ماشي مشكل. وبالنسبه للحجم عينكم ميزانكم، نتوما شوفوا الحجم اللي بغيتو. اللاطه ديالنا هي واجده. عندي هنا صفر البيضه اللي حيدنا قبيله مع شويه القهوه وشويه الحليب باش نحيدو صفوريه البيض. غادي نخلطوا جيدا وغادي نبداو ندهنوا لي غاليت ديالنا ونديروا لهم هاد الرشيمات هادو بالفرشيطه. هذا غير تزيين اختياري، نتوما كتختاروا باش زعما الطريقه باش تزينوهم. بغيتو تخليوهم سامبل اللي بغيتو. غادي ناخذ شويه ديال الزنجلان الابيض، ممكن تضيفوا كاوكاو مهرمش، زنجلان عادي اللي بغيتو لكم الاختيار. غادي ندخلوهم للفران اللي كيكون كما قلت لكم سخون مزيان، وكنخليوهم حتى كيطيبوا ما كياخذوش بزاف. الفران كنديروه الحراره متوسطه
ايوا صافي، وكنخليوهم حتى كيطيبوا، كنزلوهم كيتحمروا، وكيف ما كتشوفوا النتيجه كيجيو رائعين. ما تقيسوهمش حتى يبردوا باش ما يلصقولكمش. وهذا الشيء اللي كاين. وبلا ما تفوتني الفرصه باش نشكر المجموعه ديال الصدق بقياده اخي اتوميكس، اللي كنشكرو بزاف بزاف على الدعم، هو والبنات ما شاء الله المشرفات الغزالات ونعم الاخلاق والطيبه. كنخص بالذكر اختي لمياء واختي عبد الله، شكرا لكم بزاف، وجميع العضوات. وكنتمنى ليهم التوفيق يا ربي. واللي بغات تنضم للمجموعه ديالنا غنخلي لها النمره ديال المشرفه في صندوق الوصف، او تكتب لي على التعليق ونعطيه ليها. وشكرا بزاف اللي شاهدتوا معايا الفيديو حتى الاخير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بسلام عليكم.